تخيل تكون كتخدم على راسك، جامع الريال بريال. واحد الساعة كتقول مع راسك نخوي البلاد، نمشي نحرق البحر، ولكن في الطريق كتوقع حاجة ما عمرك تخيلتيها وكتقلب حياتك كامل رأسا على عقب. هذه قصة بصح ديال واحد الولد من الناظور، وغادي نحكيها لكم من الاول حتى الاخر. يوسف عنده 23 عام، ساكن في حومه بسيطه في الناظور، ما عندوش خدمه قاره، كيديباني هنا وهنايا وكيعاون والديه كيف بزاف ديال الشباب. كان داير في راسو فكره وحده، يحرق ويخرج من المغرب. قال ما كاين مستقبل هنايا، نخوي ونقلب على راسي في ايطاليا. في 2022 تلاقى مع واحد الراجل قال ليه جمع 2 ديال المليون ونديك في واحد القارب مضمون. يوسف باع تليفونو تسلف من صحابو، وزاد حتى خدا شويه من والده بلا ما تفيق. كان كيشوفها الفرصه ديال العمر، ولكن ما كانش عارف شنو كيتسناه. واحد الليل مشاو لمكان سري حدا البحر، كيتسناو الاشاره باش يركبوا القارب، ولكن قبل ما يركب سمع شي دراري كيعيطوا. القارب اللي خرج قبل منكم غرقوا فيه الناس. يوسف تجمد في بلاصتو، قلبو بدا كيدق ووجهو بدا كيعرق. ديك اللحظه قال مع راسو انا ما نغامرش بحياتي ولا بحياه الوالده، نرجع نخدم في بلادي، نطيح ونوقف، ولكن ما نموتش وسط البحر. رجع للدار، بدا كيدير في خدمات، تعلم البيع في المارشي وبدا كيتحرك، ودابا عنده طوموبيله صغيره وكيوزع الخضار في الحي ديالو. قال الحياه كتبدا بقرار وانا خديت ديالي. ماشي ديما الطريق اللي باين سهل هو الصح، بعض المرات القرار اللي كتاخدو وانت خايف هو اللي كيحميك. يوسف ما مشاش لإيطاليا، ولكن لقى الراحة في بلاده وخدم على راسه. إلا عجبتك هاد القصة بارطاجيها مع شي واحد كيفكر يحرق ويخليه يعاود يحسبها مزيان، وما تنساش دير لايك وتابع القناة، حيت كل سيمانة غادي نجيب لك قصة مغربية من قلب الواقع. السلام عليكم.